السلام عليكم الخوت الحباب. نهار جديد، قصة جديدة. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في القناة ديالنا. نتمنى تكون هاد القصة تنال الإعجاب ديالكم. شي حاجة غتكون اليوم زايدة نغزة بالنسبة للناس اللي تتخاف. ما تخافوش، نبداو على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قصتنا اليوم من مدينة اللي معروفة بالفضة، مدينة تيزنيت. تيزنيت وما أدراك ما تيزنيت، مدينة صغيرة ولكن الفائدة ديالها كبيرة على المغرب. اللي ما كيعرفش هاد المدينة نعرفوا لكم في البداية ديال القصة. هاد المدينة مدينة تيزنيت جات في الأطلس الصغير، مدينة قريبة على نواحي ديال أكادير، اللي معروفة بالمناجم ديالها ديال الفضة وبالكنوز بزاف د الحوايج. تيزنيت مدينة اللي فيها صناع الفضة بشكل كبير. اليوم غنهضروا على واحد من دوك صناع الفضة اللي هو يوسف. يوسف هو قصتنا اليوم، ويوسف وراه قصة كبيرة. هذه واحدة من القصص اللي غادي ربما تنال الإعجاب ديالكم. يوسف اللي الأب ديالو معلم ديال الفضة كبير معروف في تيزنيت. ملي تنقولوا معلم ديال الفضة، هي الفضة بجميع أنواعها. خرجوا من الخلخال، خرجوا من الخواتم، خرجوا من التيجان، النبالة، اللاله، مضمات، ني بزاف ديال الحيل مجوهرات يعني كنتعرفوا بها في المغرب، اكيد كلشي عارف. يوسف كان الاب ديالو الا قاس النقره سبحان الله راه واحد الشكل تتعطي، راه كان كيخرج شي اشكال سبحانك يا جليل. هادشي بالشهاده ديال الناس اللي كانت كتقدم من عنده، بالشهاده ديال الناس اللي كانت كتاخذ من عنده السلعه، لانه هو الاب ديالو تاجر معروف. يوسف قصته غتبدا ملي كانت الام ديالو حامله به. النهار اللي غيتزاد فيه يوسف هو النهار اللي غتبدا فيه القصه اللي كلنا كننتظروا. هذا الام ديال يوسف هما ناس فقراء، تجار ديال الفضه. نتوما عارفين التضاريس ديال الجبال الاطلس الصغير، كانوا ساكنين في واحد الكوخ. نتوما عارفين دوك الديور ديال بكري، التراب كانش البريك، ما كانش بحال هادشي، ما كانش التطورات اللي كاينه دابا في المدن، البني والبريك. كان ديك الساعه التراب، عشيشات صغار، بنادم عايش على قد الحال. الام ديالو يوسف ديك الساعه حامله بيه، ديك الليله غتولد. وما ادراك ما ديك الليله اللي غيتزاد فيها يوسف، ديك هي الليله اللي غتبدا فيها القصه. مسكينه المراه بوحدها، نتوما عارفين هذوك المناطق رايح السلعوان بعاد بزاف، حنين لا رحيم. المراه بوحدها في الليل، والاب ديال يوسف ما كاينش في الدار، خارج مع الرجال المناجم كيجبدوا الفضه. المراه شدها الوجع، مسكينه تتغوت، حنين لا رحيم. فجأة غتبان مراه لابسه حيك، مراه ملتمه دايره حيك بيض. ديك الحيك مطرز من الفضه، طريزات ديال الفضة. جاد الحال في داك الظلام الخافت، لان بنادم داك الوقت ما كانش عنده الضوء. جاد الحال هذاك الحيك مضوي على راسه، ديك الفضه هي كتضوي. المراه مسكينه ما فهمت والو منين هذيك المراه جات، ولاني بحر الوجع وحر الغوت. قلت الحمد لله لقيت بعدا اللي غيعتقني. قلنا مولات الحيك البيض وقفات على موت يوسف، عوناتها مسكينه، الله يحسن العوان. حنا كاع عيالات عارفين بحق الوجع ديال الولاد، عوناتها تتفكات على خير وبخير. ديك المراه شدات يوسف بين يديها، حطاتو الام حداه، حطاتو حدا ماما. ملي حطاتو حطات حداه واحد الحجره ديال الفضه ما مصوباش، باقا مقاد، باقا كيف تجبدت من تحت الارض. يعني الا شتيها تعرف ان باقا ما
تعطاتهاش السخونية باش تذوب وتصاوب منها شي شكل، عطاتها حجرة صاينة ديال الفضة. ديك الساعة غتنطق مولاة الحيك الأبيض، غتقول لموت يوسف على سلامتك، وهاد الوليد سميوه يوسف، نعطيناكم هاد البركة، سميوه يوسف وتهلاو فيه، راه عنده عهد مع الجبال، عهد مع الجبال، وإيدو غتكون فيها البركة ديال المعدن، وتهلاو فيه لأنه بغيناه يكبر وغنجيو عنده لأنه خاصو يقضي لينا واحد الغرض. خليت لك الراحة دابا. قلت لها مولاة الحيك تهلاو فيه، عنده عهد مع الجبال. مولاة الحيك حضرات راسها ومشات. ملي مشات شنو اللي بقى؟ بقات هذيك الحجرة ديال الفضة هي الدليل الوحيد ديك الليلة. مشات ليام وجات ليام، مشات سنين وجات سنين. يوسف كبر ودخل المعمل ديال بواه، أنا بوا ديك الساعة مع المدة تعرف حتى هو ولا تا هو عنده معمل. يوسف كبر وكبرت صنعته في يديه وفي المعمل ديال الوالد ديالو. يوسف غير على الناس اللي كانت تما، سبحان الخالق. يوسف إلا كان خرج لك شي خاتم من إيده ولا شي بروش ولا شي خلخال ولا شي نبالة، اللهم بارك فيها شي ضو، راه ما عمرك غتشوفو في شي نقرة أخرى. سبحان الله، بحال هذاك الدري عنده بركة رباني. السلعة اللي كتخرج من تحت يدو غير السلعة ديال تيزنيت كامل. شنع يوسف في الفؤاد ولاو كيعرفوه التجار، تحفرات سميتو ولا سميتو عالم يوسف. يوسف وما أدراك ما يوسف، واليوسف تيزنيت ودوز ولا أكبر تاجر فضة في تيزنيت. يوسف شهر ولاو كبار التجار ديال الفضة كيجيو عنده. تبارك الله، الدري يا سلام يخرج من ايدو اللي تنقولو حنا داكشي يسطع. يوسف مو عاودات ليه انه نهار تزاد اش وقع واش وقع، انه راه عنده شي غرض خاصو يقضيه لشي ناس. يوسف كبر صافي ما دارش بالو، اليوم غدا اليوم غدا ما دارش بالو، خدام في المعمل ديال بواه. ما كاين الله يعطيك صحيحتك، هذا خاتم هذه نبال هذه خلاله هذا بروش، ليان غاديين جايين التجار غاديين جايين. يوسف العاده ديما كيسالي المحل يكمل الخدمه، يبقى بارك في المحل واحد شويه، تيصلي المغرب تيخرج من المحل كيسدو وتيمشي، تيبقى مع صحابو والحباب ديالو اكيد اللي قرابين ليه كيبقاو تما. راك عارف الدراري في اللاج ديالو كي تيكونوا ولاد الدوار مجموعين، حتى كيصلي العشاء عاد كيمشي للدار. والغدي تاني نفس الشكل، تيفيق بكري مع باه ويمشي ويحل المعمل ويخدم. واحد العشيه يوسف بوحدو في المعمل، كيهز راسو بحال هكا يلقى المراه ولات الوعد جات واقفه في العتبه ديال المعمل بنفس الحيك الابيض المطرز بالفضه. هز يوسف راسو، إلا انت هي مولات الوعد. يوسف قال لها انت هي مولات الوعد. مولات الحيك دوات بواحد الصوت رقيق وقاصح، قالت ليه يا يوسف يا مول البركه، جا النهار باش تحقق العهد اللي بينات. ملي تكلمات مولات الحيك يوسف لا مرحبا لالا امري وانا نوفي بالعهد. ملي قال يوسف الكلمه ديالو نطقات مولات الحيك
قالت ليه يوسف أنا سميتي لالا عيشة، بغيتك تصوب لي خميسة اللي غادي تكون بواحد الشروط خاصة، ولكن قبل عطيني عهد الله أن حتى واحد ما غادي يعرف السر. أعطى يوسف العهد لالا عيشة، قال لها عليك أمان الله سرك ما يعرف واحد، وشرط شروط، وأنا موافق وواجد باش نوفى بالعهد اللي قطعتوه على الوالدة. نطقات لالا عيشة وقالت ليه يا يوسف الشروط باش تصوب لي هاد الخميسة اللي كتحمي أنا غادي نقولها لك، ولكن غادي تطبقها الحرف الواحد. نطقات لالا عيشة وقالت الشرط الأول يا يوسف باش تذوب هاد الفضة هادي اللي غادي نعطيك، أنه الفاخر اللي غتذوب فيه هاد الفضة ماشي فاخر عادي، وإنما فاخر ديال شجرة مبروكة، شجرة آركان اللي غيكون ضربها البرق وماتت وهي واقفة. نطقات لالا عيشة وقالت يا يوسف الشرط الثاني يا ولدي الماء اللي غادي تبرد به الفضة وتشكلها به، هاد الماء ماشي أي ماء عادي، هاد الماء ديال عين كاينة في جبال الأطلس، وهاد الماء خاصو يتجمع في ليلة مميزة وهي الليلة ديال الكمالة ديال القمرة، وهاد الماء ملي يتجمع خاصو يدار في قصرية جديدة ما سبق كان فيها شي حد ولا قاصة. نطقات لالا عيشة وقالت يا يوسف الشرط الثالث خميسة ملي تخرج من العافية خاصك ديرها في واحد 7 ديال العشوب نادرين، هي فين غتخلطها معاهم باش تبرد، وملي تبرد تكمل خميسة في الصنع غادي تهزها وغادي تمشي للحفرة اللي كاينة في الغار ديال المنجم ديال الفضة اللي تولدتي حداه، وغادي تعلق هذيك الخميسة 7 ليالي بلاصة ما كيوصلش ليها الضوء. نطقات لالا عيشة وقالت ليه ملي تديها للغار اللي تولدتي حداه وتخليها 7 ديال الليالي يا يوسف، الليلة الثامنة رجع الخميسة وتقول هاد الكلمة بسم الله يا بركة المعدن هز نصيبك ولدي وما تلفتش من وراه، سير تلفتش من وراه، سير تلفتش من وراه. يوسف طبق كلام لالا عيشة والعهد اللي تعطاه طبقه بالحرف، مشى جاب الفحم ومشى سافر للجبال وجاب الماء ديال ليلة البدر يعني الكمالة ديال القمر، ومشى للمغارة خلاش شي حاجة نساها كلشي نفدو بالحرف. ديك الخميسة اللي صوب يوسف سبحان الخالق اللهم بارك، واحد الشكل طلعت بيديك الخميسة هو بقى غير كيشوف مكانش متيق انه هو غادي يخرج داكشي من ايده. النهار الثامن يوسف غادي يتوجه للمغارة اللي كاين المنجم اللي تزاد حداه. يوسف وصل المغارة مع الدخلة تيشم ريحة المسك وريحة العود، واحد الرائحة فشكال، وهو داخل هز عينو لقى خميسة باقا في بلاصتها، يلاه مد يدو بغا يشدها وهي طيح. هنا كانت المفاجأة الكبرى، البلاصة اللي طاحت فيها الخميسة داك الثقل ديال الخميسة ملي طاحت في القاع تقشرت التربة، طلع واحد الضوء. يوسف
تصدم، غادي يلقى الذهب الخالص، وغادي يلقى حبات ديال اللؤلؤ الأسود اللي الثمن ديالو غالي بزاف. يوسف فرح بزاف وعينيه عمرات بالدموع. هز يوسف الكنز اللي كان مكتاب ليه، اللقطة اللي هز راسو بغى يشوف الخميسة لقاها تلاشات ولات بحال الدخان. يوسف فهم وعرف أن لالا عيشة كانت جنية مسلمة موكلة على كنوز الجبال، كانت بغات هداك الكنز يكون في أيدي أمينة وفي أيدي صانع اللي غادي يعرف قيمة هداك المعدن اللي في ايديه. يوسف هز الكنز، استغل هادوك الفلوس الصناعة ديال الفضة، كبر المعمل وما بقاش غير معمل واحد، خدم الناس، وهذيك فضة والذهب واللؤلؤ اللي لقى عور بهم راسه وخرج منهم أبهى الحلي. وش منك يا تيجان، وش منك يا خوات. ومن هنا بقات البركة ديال لالا عيشة في تيزنيت. علاش كنشوفوا أن الفضة كاملة ديال تيزنيت مضوية بالبركة ديال لالا عيشة؟ بقات البركة ديالها في المعدن وهي ما عمرها بانت من ذاك النهار. وهكا إخواننا وجمهورنا الحبيب تكون ملات القصة ديال يوسف والفضة ديال تيزنيت. تحية الناس تيزنيت، تحية المغاربة فيما كانوا داخل وخارج أرض الوطن. تنحبكم وتنموت عليكم. كنت معكم اختكم الكبرى. ما تنسوناش بالدعم، جيم، بارطاج وتابوناو معنا في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.